امبارح وانا قاعد بتابع لقاء استاذ بيومي فؤاد مع المذيع سامي ابراهيم في برنامج حبر سري، وفي حاجه كذا حاجه لفتت نظري. الاستاذ بيومي فؤاد هو مش طالع يغلط نفسه، هو طالع بيقول لك انا اسف بس انا مش غلطان. يعني ازاي انت اسف وانا مش غلطان؟ كنتش اقول لك انا راجل. يا استاذ احنا ما غلطناش فيك، احنا غلطنا في موقفك. في الناس اللي غلطت فيك بابوك وامك دول الناس تستاهل الحرق. انا ضد ان انا اغلط في حد في ابوه وامه، ولكن انت يا استاذ المفروض بعد 5 شهور طالع تتكلم على الاقل. يا عم قول كلمتين في حق فلسطين. قلت اللي انت كلمت محمد سلام ومحمد سلام اللي انت زعلان منه عشان ما طلعش يدافع عن محمد انور، ومحمد انور اختياره. ولكن لفت نظري هنا السؤال بتاع الاعلاميه سما ابراهيم لما بتقول له يعني محمد سلام نزل صور الكبير بعد الغاء المسرحيه. والصراحه ده سؤال حقير. ليه؟ لان انت يا استاذ شايفه الجو سخن وبتاع، فانت جايه تبرري بيومي فؤاد ولا جايه تغلطي في محمد سلام؟ انا ما عنديش مشكله ان انت تبرزي بيومي فؤاد عشان افلام العيد جايه وبتاع، وهو الموقف الصراحه ايه طالع في وقته. يعني الحلقه دي نازله في وقتها الصراحه، تبييض بس او تلميع بيومي فؤاد او اعاده تلميع بيومي فؤاد عشان افلام العيد ولخ لخ لخ. ولكن بيومي فؤاد كل شويه يقول لك ايه اصل انا اتظلمت. يا باشا انت اتظلمت بسببنا ولا بسببك؟ وعمره ما قال اللي هو اتظلم مثلا بنفسه، لا ده هو اتظلم عشان دافع عن محمد انور. لا يا باشا، انت اتظلمت عشان طلعت طبلت البلد، تمام، في موقف انت اصلا المفروض ما كنتش تروح، تمام. فما طلعش بقى تيجي بعد 5 شهور عشان افلام العيد فتطلع تبروز نفسك وتطلع تقول انا اتظلمت. كنت متعاطف معاه لما دخل المستشفى وقلت ان كفايه الحمله اللي عملت عليه، بس انت برضه لما تطلع المفروض بقى تقول انا اسف، انا اللي حصل ده غصب عني، وان كذا ودي عقود ممضيه. انما ما تطلعش تقول لي اصل انا ما عملتش حاجه، انا كنت بدافع عن محمد انور. انت مالك بمحمد انور؟ انا اسف يا استاذ بيومي، يعني احنا مالنا بمحمد انور؟ انت راجل المفروض طالع بتتكلم عن نفسك، يبقى تتكلم انا غلطت 1 2 3 وجاي صح 1 2 3. انما مش كل شويه تقول انا اتظلمت وانا راجل وقد كلمتي وانتوا خليكم قد كلمتكم، وتهديد بقى للناس خليكم على مبدأكم وانا هحبسكم وانا مش هحبسكم. ما انت كده بتضيع جمهورك منك، وتيجي في افلام العيد زي ما حصل معاك في فيلم اسكندراني. ليه ما حطوش صورتك على البوستر؟ عشان المشكله بتاعتك، تمام. فما تجيش دلوقتي وبعد ما تطلع بعد 5 شهور بدل تطلع تقول انا اسف وبتاع. يا عم اطلع اعتذر يا عم، العذر مش هياخد منك حاجه. انت راجل كوميديان مفيش زيك، احنا بنحبك. فانت بتطلع تعتذر عادي، الناس ممكن تنسى. ما الناس نسيت لمحمد صلاح، مش تنسى لك انت لاز بيوم. ولكن برضو خلينا متفقين ان البرنامج في رمضان بقاله كام سنه هو برنامج حبر سري بتاع الاستاذه سما ابراهيم. وشكرا. ولو انت متفق مع رايي ممكن تكتب في الكومنتات، مش متفق براحتك الصراحه. الحاجات دي فيها مبدأ ما فيهاش كلام او اعجاب للناس. كان معكم سعد من الشريط بتاع السيما. سلام.